خليها تمشي في تدرجها الطبيعي. لست رئيسا للدولة، أنا مجرد رئيس وزراء، وبيستمع إلى رأيي ولا يتخذ به. يعني خلاص الموضوع مش الموضوع في منحى غريب بقى. اللجنة الغريبة اللي اتشكلت، والحقيقة أنا من وجهة نظري وأنا بصارح حضرتك دلوقتي قدام الكاميرا، أنا ما استغربتش المستشار البشري، لأنهم قالوا إنه كان بيقولوا إخوانية، الله يعلم دلوقتي، ورجل يعني معروف عنه التوازن أو الاتزان أو الاعتدال. أما بسأل أنا ما فيش شخصية، لكن في عضو في اللجنة شارد جدا، شارد جدا، اللي كان في البحرية ده ولا مش صبحي صالح، ما اعرفش يعني، ما اعرفش، راجل شارد يعني، مش يعني شارد طول حياته. ايه ده يعني اما بقى ده يجي، والمستشار البشري مع تقديري للحقيقه وكل مواقفه بعد كده بتقول انه راجل متوازن يعني، لكن كان ساعتها الموقف شويه يلفت النظر. خلاص اتشكلوا ومشينا بقى في الاتجاه البيان الدستوري والاستفتاء اللي لا طعم له ولا رائحة، والغريب اللي اتعمل. والاستفتاء اتعمل بطريقة برضو الحقيقة، وانا حكيتها للمشير في مكتبه في يوم من الايام. قلت له القصة يا سيادة المشير، كان ده في الاخر وانا اقارب او بقترب من منصب رئيس الجمهورية. قلت له المشوار مشي من الاول غلط. لو حضرتك تذكر الدستور، احنا مش خدعنا فينا، انا ما اتخدعتش خالص، ما اتخدعش انا اني الاقي بمنتهى الاستغفال الاعلام بتاع التشجيع الجمهور على انهم يروحوا ينزلوا الاستفتاء، نعم باللون الاخضر والتانية باللون الاسود، المحروقه التانية دي لا باللون الاسود اللي عايزه تترمي في الزباله، ونعم باللون الاخضر. اما بقى التلفزيون ده في الورق نفسه كله اخضر، يعني اللي ما بيفهمش يقول خليه في الامان. ده لو دخل واحد كده اهو ما بيشوفش يقول لك خليه في الاخضر، يمكن هيبقى اميز. البند التاني بقى التلفزيون ما كله بقى جايب القاعده كلها خضراء وكاتب بالابيض نعم، حركه بالك كبيره جدا واخده الشاشه كلها، وتحت صغيره قد كده اهو للدستور او للاستفتاء كده تعديلا. منتهى الاستهبال. بتستهبلوا مين؟ يعني القصه دي قلتها للمشير في مكتبه في الاخر خالص قبل انتخابات الرئاسه بثلاث اربع اسابيع. احنا مشينا مشوار غريب. فات حضرتك ان حتى البيانات اللي نزلت عشان تحفز الناس على انها تنزل، البيان كده بيلزق اللون الاخضر في عين الناس، ونعم يعني اللي نظره ضعيف شويه، انا من غير النضاره ما اشوفش غير نعم. والاستفتاء حركه كان يعني كان في زمان يا فندم واحد قصه تهكميه كده، يقولوا اما تلقت وزه تايهه فجابوا منادي ينادي عليها في وسط الارياف، عشان الوزه بقى حرام عايزين يقولوها اصحابها، فبقى ينادي يقول ايه اللي ضيع له، ويروح موطي صوته يقول وزه صغير ايه اللي ضيع له، ويروح موطي صوته نعم للاستفتاء. نعم بتستهبلوا مين؟ انتوا بتستهبلوا مين؟ طلعتوا انتوا الهبل في الاخر والشعب كشفكم، ويعني هتاخدوا جزاء ما جنيتوا يديكم مع شعب مصر من اول استغفالكم لغايه خطواتكم اللي بتنتهي بتأميم القضاء اللي انتوا عايزين تعملوه. نعم. سيد فريق، ما هي معلوماتك عن